السيدات والسادة مستمعي راديو أيامنا اف ام، أهلا بكم في نشرة لأهم الأخبار تقرأها عليكم علياء جاد. وإليكم العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم بشأن أملاك الدولة الخاصة ومشروع تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي وإنشاء مسار لنقل مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي. مندوب مصر بمجلس الأمن: الأزمة السودانية كشفت مدى عجز منظومتنا الدولية في اتخاذ إجراءات لوقف الحرب. وفاة 4 عمال وإصابة 2 آخرين أثناء تنظيم بيارة صرف صحي بالمنوفية. شباب كفر الشيخ تطلق المهرجان الكشف السنوي لعشائر الجوالة. أحمد أبو مسلم: الأهلي بحاجة لمدير كرة ولجنة تعاقدات. وإليكم التفاصيل. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس مسعود رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية وسبل استعادة السلام بالمنطقة. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي 3 قرارات جديدة، ونص قرار رئيس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. كما أصدر قرار مشروع تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي لقرية كحك، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. وأصدر مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي بالدلتا لتنمية وزراعة أراضي جديدة بمنطقة دلتا مصر. قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك ومجلس الأمن: نجتمع اليوم على مرور 20 شهرا منذ اندلاع الأزمة السودانية، تلك الأزمة التي كشفت مدى عجز منظومتنا الدولية عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الحروب ومنع التدخلات الخارجية في شؤون الدول. لقي 4 عمال مصرعهم وأصيب 2 آخران اليوم إثر تعرضهم لاختناقات شديدة بعد سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بشبين القم بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء قيامهم بتنظيفها. أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ المهرجان الكشف السنوي لعشائر الجوالة والجوالات بنادي سخا الرياضي ضمن خطة النشاط الكشفي للمديرية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ. أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم يحتاج لتعيين مدير كرة قادر على السيطرة على غرفة الملابس. وإليكم النشرة الجوية. الطقس سيكون بارد ليلا وفي الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهناك شبورة مائية صباحا تتركز على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وفيما يلي بيان
بدرجات الحرارة: القاهرة 22-13، السواحل الشمالية 21-12، الإسكندرية 29-27. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية، مع وعد بلقاء جديد. كانت معكم علياء جاد.